اتخض ياسين من منظر مريم وسألها: انت مين؟ مريم ردت عليه بكسوف وارتباك: أنا أنا مريم بنت خالتك يا ياسين، أنت مش عارفني؟ مريم مين؟ ما تهزريش. ادخلي وناديلي البنات معلش، وبلاش الهزار ده. قولي لهم ياسين جعان وعايز يطفح وينزل. طيب حالا هجيب لك الأكل. استني هنا، انت مريم فعلا؟ ايه اللي حصل لك وعامله في نفسك كده ليه؟ عاملة إيه؟ مش عارف عامله ايه بالظبط، بس عامله. المهم انجزي على المطبخ، هاتيلي الطفحه عايزه انزل. راحت مريم على المطبخ تجيب الأكل، وخرجت حنان من الأوضة وراحت على ياسين. نزل على فين بس يا أبيه؟ انت مش وعدتنا هتاخدنا الملاهي؟ ياسين بص على مريم في المطبخ وقال: غيرت رأيي، مفيش ملاهي. ردت عليها مريم اللي جت من المطبخ بالأكل: ملاهي ايه يا حنان؟ انت مش شايفة ايده ولا الجرح اللي فيها؟ هو في ايه ولا في ايه؟ غريبة دي، افتكرتك ان انت اللي هتصممي على الخروج، اصل شايفك مستعدة جدا. ولا مستعدة ولا حاجة، وبعدين صحتك أهم من 1000 خروجة. شوف جرح ايدك الأول، والملاهي قاعدة هتروح فين يعني؟ سكت ياسين وابتدى ياكل، وعينه كل شوية تروح على مريم اللي راحت قعدت قدام التلفزيون، وحنان ملاحظة نظراته ليها فقربت عليه وهمست له: لا بس ايه رأيك؟ البت طالعة قمر لنفسها. وبعدين فين القمر ده؟ انا مش شايفه. لا بقى يا ياسين، ما تبقاش مفتري، وبعدين خف قسوة عليها. مريم بتتغير عشانك، بتحاول تعجبك وتلفت نظرك بأي طريقة. والله ما حدش طلب منها تعمل كده، ولا انا في يوم اديتها امل اساسا. انا اصلا بكرهها وبكرهك وبكره كل البنات. انتوا المفروض تتلموا ونخلص منكم في ميدان عام. انتوا خاينين وبألف وش، تعابين ماشيين على الارض. حتى انا يا ابي تعبان. ده انت كبرى كبرى كده براسين واربع ديول. الا بالحق، الولا خيري صاحبي طلب مني ايدك. الراجل مجدع وابن اصول وزي اخويا، ولو لفيتي الدنيا كلها مش هتلاقي زيه، وانا رفضته. ليه؟ وترفضه ليه يا جاحد؟ ده انا ما صدقت عريس ينجدني منك قبل ما تخلص عليا. ده انت كل يوم تفكر لي في نهايه جديده يا جدع، زي ما اكون مرات ابوك واكله ورثك ومعذباك. ترفض خيري ليه ها؟ وانا مين هيجيني تاني بقى؟ هتحنطني جنبك؟ رفع ياسين حاجبه وهو بيحاول يمسك أعصابه وما يضحكش. صاحبي وخايف عليه، خايف تتجوزيه وتوجع قلبه وتندميه انه فكر يتجوز في يوم من الايام، خايف يتكسر بسبب واحده. ما تسيبني يا اخي اكسره، سيبني اندمه واوجع قلبه واجننه ونكد عليه واعمل فيه ما بدالي. حرام عليك يعني، حرام عليك. دي غريزه بنتولد بيها ولازم نمارسها. اصلا احنا مهنتنا نقرف الرجاله، وانتم مهمتكم تتقرفوا وانتوا ساكتين. والجدع جاي مسلم ومستسلم ومش خايف، تقوم انت ترفضه وعايز تميل بخت اختك بايدك؟ ليه؟ ليه؟ ده انا اختك حبيبتك. انزل يا ياسين، انزل رد على الراجل وقوله اننا موافقين ومرحبين وخير البر عجله، وهاتوا نقرا الفاتحه بكره ولا بعده يا اخويا. ياسين ما ردش عليها، وهي مسكته من دراعه وشدته لبره وقالت له: يا عم انت لسه هتبرق لي؟ انزل رد عليه، خلينا امشي من هنا. انت مش بتقول انك عايز تخلص مني؟ يلا الفرصه جات لك اهي. شغالي يا مريم دبلة الخطوبة وعلي الصوت، خلي الحارة كلها تسمع ان حنان هتتخطب. وزرغتي يا بت زرغتي، ولا استني، انت ما بتعرفيش تزرغتي، ازرغت انا. نزل ياسين على السلم وهو بيضحك على جنان أخته اللي تبان إنها واخدة الموضوع بهزار، إلا إنه ملاحظ من زمان إعجابها بخيري وإعجابه بيها، برغم إن مفيش كلام بينهم. لكن لما كان بيجي يزوره في البيت كان اللي في القلوب بيبان في العيون. وهو بصراحة لو هيغربل الدنيا كلها على عريس لأخته مش هيلاقي زي خيري، راجل يطمن على أخته معاه. فنزل وبلغ خيري بالموافقة، وحدد معاه ميعاد لقراية الفاتحة والشبكة، وجهز ياسين لليوم ده، ومنسيش يدي مريم فلوس تشتري لها فستان تحضر بيه الخطوبة زي ما حنان اشترى لها خيري فستان. فاختارت مريم فستان سواريه أزرق في فضي بسيط بس شيك، وكان تحفة عليها خصوصا مع الميك اب اللي عملته في الكوافير مع حنان. وبعد ما خلصت بصت في المراية وحرفيا معرفتش نفسها. جه ياسين بعربيته ومعاه خيري علشان ياخدوهم من الكوافير، وأول ما دخلوا وياسين شاف مريم فضل باصص لها ثواني، واتلفت حواليه لقى الشباب اللي في المكان عينيهم عليها
هتاكلها أكل، فكشر بعد ما كان مبتسم وقرب منها. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده يا هانم؟ ايه لابسة ايه؟ فستان عادي، هو وحش ولا ايه؟ طب قدامي على العربية بدل ما لخبطلك وشك اللي ملوناه زي البلياتشو ده وفرحانة بيه. بلياتشو؟ بلياتشو. وكوني فاكرة انك بقيتي حلوة، او على الناس اللي بتبصلك دي فده علشان الوان اشارة المرور اللي في وشك. اتفضلي على العربية يلا، وانا هيبقى لي حساب تاني مع حنان عشان متأكد ان هي دي شورتها. مريم بصت له، والأول مرة كلامه ما يزعلهاش لأنها متأكدة إنه بيكذب عليها، وعصبيته الزايدة كشفت لها إنه مهتم حتى لو بيحاول يبين غير كده. هو جايز يكون محبهاش، بس الاهتمام بداية الحب وبداية كل حاجة حلوة، وإن حنان كان عندها حق، وإنها كان لازم تتغير علشان ياسين يشوفها ويحس بيها. في اليوم ده ياسين عينيه ما اتشالتش من على مريم، كل ما تتحرك يشاور لها علشان تقعد، كل ما تضحك مع حد يبرق لها علشان تسكت، ومريم متجاهلة كل اللي بيعمله ومش مبطلة كلام وضحك مع الستات والبنات اللي حضروا الخطوبة. ولحد ما الناس مشيت وهي عاملة زي فراشة في الحفلة بتتنقل قدام عينيه من هنا لهنا، وهو عامل زي نار قايدة، لو عارف بس يقرب منها أو يطولها هيقضي على جناحاتها اللي بترفرف بيهم دول. بعد ما الناس مشيوا دخلت مريم الأوضة تغير هدومها، وحنان قاعدة في الصالة بتتأمل في شبكتها ومش مصدقة إنها أخيرا اتخطبت لخيري حبيبها اللي محدش يعرف بحبها ليه غيرها هي وبس، حتى هو ما كانش يعرف. وفجأة لقت ياسين جه قعد جنبها وهو في قمة غضبه وعصبيته. عجبك اللي كانت بتعمله الست هانم ده النهارده؟ عامله زي الأراجوز، عماله تتنطط من هنا لهنا، مش مبطله ضحك وهزار مع الكل. الناس تقول عليها ايه دلوقتي؟ قالوا عليها بنت دمها عسل وشربات وسكر، ومفيش حد معجبش بيها، والناس كانوا هياكلوها كده بعينيهم اكل. ما كل ده من تحت راسك. مالها الاول؟ ما كانت مغمضه، لا تعرف تلبس ولا تتكلم ولا تعمل اللي علمتيها تعمله في وشها ده. وانت ايه اللي مضايقك؟ ما تخليها تبقى حلوه والناس كلها تشوف جمالها الرباني. وانا هتضايق ليه يعني؟ كل الحكايه اني بس مستغرب اللي كانت في جره وطلعت لبره دي مره واحده. يا سيدي خليها تطلع وتتشاف، يمكن يجيلها عريس يتجوزها وترتاح من تكشيرتك وكلامك ليها اللي سامن بدنها بيه ونهار ده. بصلها ياسين وما تكلمش، ونزل وخبط الباب وراه مع ان الوقت متأخر ومش ميعاد نزوله. وأول ما عمل كده جريت حنان على مريم والفرحة هتنط من عيونها. بنت يا مريم، جبل الجليد بدأ يدوب يا بت، وشكل تمثال ابو الهول هيتحرك. مريم بابتسامة قالت ايوه ما انا ملاحظة برضو. بت بقولك ايه، اوعي عشان بدأ يلين تندلقي، خليكي تقيلة كده وعرفي انك خلاص صرفتي نظر عنه، تعملي بقى كل اللي هقولك عليه لغاية ما تلففيه حوالين نفسه كده ويجيلك ركع ويعترفلك بحبه ويقولك انت الحب الشوق الشوق بلوبيف بلوبيف، مع ان اخويا يعني مش هيعمل كده، انا عارفاه، ولو اعترف بحبه الطريقة هتكون اكشن اكيد. وفعلا من تاني يوم مريم بدأت في الخطة اللي حطتها لها حنان. خرجت مريم الصبح من الأوضة وهي لابسة فستان بسيط بس لايق عليها، ألوانه فاتحة، حجابها مترتب، ريحتها حلوة ومميزة مع إنها مش حاطة برفان، وشها منور كأنها حاطة ميك اب. وياسين كان قاعد في الصالة، عملت نفسها مش شايفاه وكملت على باب الشقة، فوقفها صوته وهو بيزعق فيها. رايحة فين بالمنظر ده؟ مريم ردت عليه بهدوء خارجة. خارجة فين يعني؟ خارجة أجيب شوية طلبات للبيت. لا ارجعي، تعالي قولي لي أنا على الطلبات وأنا هجيبهم. أيوة بس أنا عاوز أخرج. أيوة ما أنا عارف إنك عايزة تخرجي وبقولك لأ مش هتخرجي. إيه محبوسة يعني ولا إيه؟ تقدري تقولي كده. اتفضلي يلا غيري حديقة الزهور اللي انت لابساها دي، واكتبي الطلبات وادخلي تخمدي جنب بنت خالتك، خمدة تخمدك ما تقومي. ضربت مريم برجليها في الأرض ودخلت كتبت له الطلبات وخرجت ادت له الورقة، ودخلت المطبخ عملت له فطار من غير ولا كلمة وفطر ونزل. بعد شوية رجع بالطلبات لقاها بتتكلم في التليفون وبتضحك، ضحكتها كانت ناعمة أنثوية مش مريم اللي هو متعود عليها. رمى الحاجة اللي في إيده على الترابيزة بعصبية وزعق لها. انت بتضحكي لمين؟ مريم ردت عليه بلا مبالاة.
صاحبتي. ومن امتى عندك صحاب ولا تعرفي حد اصلا؟ ولحقتي تصاحبي امتى وفين يا ست مريم؟ ردت عليه حنان أخته اللي جت على صوته. ما كانش عندها وبقى عندها عادي. وبعدين هم الصحاب دول لازم يكونوا معاها من زمان يعني؟ ايه كتاكيت هم هتربيهم؟ مش حد قابلته ارتحت له هوب كلمته هوب اتصاحبته هوب بقيتوا حبايب. هو مين ده؟ صحاباتها. ولما هم صحاباتها بتتكلمي بصيغة المذكر ليه؟ هاتي يا بنت انت التليفون ده وريني بتكلمي مين؟ مريم قالت وهي بتجري منه. مش من حقك، دي خصوصياتي. لا من حقي ونص، انا هنا المسؤول عنك ومن حق اتدخل في خصوصياتك زي ما انا عايز. أخد التليفون ورن على آخر رقم مكلماه وتأكد إنها كانت بتكلم بنت فعلا، فرمى لها التليفون بعصبية. اسمعي يا بنت انتي، انا تصرفاتك ما بقتش عجباني، ولا مايستك اللي بقيتي بتتكلمي بيها دي عجباني، ها؟ ولا قعدتك دي عجباني. ما أنا عارفة يا ياسين إن ولا حاجة فيا ولا حاجة بعملها بتعجبك ولا هتعجبك، وعلى العموم هانت، استحملني الفترة دي وهترتاح مني خالص. ليه؟ هتموتي بعد الفترة دي وروحك تصعد للسما ولا ايه؟ مش فاهم انا. لا يا بيدي مش هتموت، بعد الشر عليها، دي هتتجوز عقبالك. يلا يلا هيص بقى، هنسيب لك البيت انا وهي تبرطع فيه براحتك. لا والله، يا ترى مين عريس الغفلة ده بقى وخطبها من مين؟ طلبها مني. ما هو اصل الولا رشيد اخو خيري خطيبي، خيري اخد رأيي وانا وافقت بالنيابة عنها وعنك وعننا كلنا. ياسين مسك حنان من هدومها بعصبية. لا يا شيخ، احنا بقينا حلوين اهو، ولينا رأينا وبنجوز ونطلق في الناس من نفسنا. طب ايه رأيك بقى انت وهي مفيش رشيد ومفيش جواز ومفيش حتى خيري؟ ازيك بقى؟ ازاي؟ زي الزفت. ما الخيري بالموضوع ده؟ مفيش رشيد ماشي، بس في خيري. خيري ايه ذنبه نطفشه؟ عمل ايه ولا غلط في ايه؟ الراجل الامير ابن الامراء. خلاص مش عاجبك رشيد، اتصل لكم بخيري اقول له خلي اخوك يغور، ما عندناش بنات للجواز. مريم هتتحنط وهتتحط في المتحف القومي، دور بقى على غيرها. مريم قطعتهم وقالت ايه هو ده؟ وليه يعني بترفض العريس؟ دي حياتي وانا حرة في اختيار شريك حياتي على فكرة. وبصراحة انا من ساعة ما شفت رشيد وانا مرتاحاله وحاسة ان هو العوض اللي ربنا هيعوضني بيه. شاب متدين وحنين ومسمسم. وكانت هتكمل لكن وقفتها خبطة من ايد ياسين على دماغها، خلتها طبت في الكنبة ساكتة، ما حطتش منطق. فبصت لها حنان وهي بترقع بالصوت. يا خيبتي خلصت على البيت، هي عملت لك ايه يا منيل؟ يعني ما سمعتيش اللي كانت بتقوله؟ لا بصراحة سمعت. ما هو ما ينفعش واحدة تقول كلمة شاب دي عادي كده على راجل ما تعرفوش. يلا تستاهل الخبطة، تسلم ايدك يا سيدي المعلمين. طلع ياسين من البيت وهو مخنوق، اتصل بخيري وتأكد منه إن أخوه رشيد فعلا عاوز يخطب مريم، وإنه كان هيكلمه في الموضوع النهاردة. فقفل معاه وهو مش قادر يخبي مشاعره أكتر من كده، ومش مستغرب موقفه ولا تصرفاته تجاه الموضوع، علشان الحقيقة اللي مش عاوز يعترف بيها إنه خلاص قرب يتجنن، لأنه بيغير خايف يقرب تتحول مريم لولاء تانية وتشوفه مش كفاية ليها وتبص العيشة مش عيشتها، وخايف يسيبها تروح منه ويندم عليها العمر كله ويدور على واحدة تانية شبهها ما يلاقيش. كان بيزعق عشان يداري ورا زعيقه ده حيرته وشتات قلبه، بس الظاهر إن مريم خلاص بدأت تفقد الأمل في محبته ولازم يحسم أمره ناحيتها. فقرب وقتها، يا يسيبها يا ياخدها. رجع البيت ملقاش حد منهم في الصالة، صوتهم جاي من أوضتهم وبابها كان مفتوح، كانوا بيضحكوا بصوت عالي وباين عليهم مبسوطين. راح أوضته وما نداش عليهم ولا طلب أكل ولا طلب أي حاجة، عدى من قدامهم كأنه مش شايف حد ودخل وقفل عليه، كان ساكت بشكل يقلق. مريم وحنان بصوا لبعض وقربت حنان من مريم وقالت بصوت واطي لكن كله ثقة: سيبيه، أخويا دلوقتي في صراع مع نفسه، والصراع ده مش سهل عليه، ده اللي هيتخلص بيه من عقدة عششت في قلبه وعقله سنين. أنا حافظاه وعارفاه كويس، هو دلوقتي بياخد قرار عمره، سيبيه ياخد قراره على مهله وما تستعجليش. وبعدين رشيد أخو خيري عايزك بجد يا مريم،
لو ياسين ما بيفكرش في موضوعك بجدية يبقى تفكري في مصلحتك ومستقبلك واديله فرصة يا بنت خالتي. مريم ما ردتش عليها، بس قلبها كان بيدق بخوف، خوف حقيقي. والأول مرة تحس إن سكوت ياسين أصعب من زعيقه وصوته العالي. عدى يوم والتاني وياسين صمته طال، تقريبا ما بيتكلمش خالص ولا بيزعق ولا يتأمر. كانوا قاعدين على السفرة يتغدوا. حبت حنان تكسر الصمت اللي هو فيه. الجماعة عايزين يجوا يا ياسين عشان يتكلموا رسمي على مريم، بعيدا يعني عن الهزار. كلم خيري واتفق معاه على ميعاد عشان رشيد مستعجل. رفع ياسين عينيه وبص لمريم نظرة طويلة، وبعدها رد على حنان. حاضر، هكلمهم وأقول لهم يجوا. خلصي أكل يا مريم والبسي عشان ننزل نشتري شوية حاجات لزوم الخطوبة. مريم وحنان بصوا لبعض، ومريم بلعت ريقها بتوتر وحست إن ياسين خلاص حسم أمره. قامت بيأس علشان تلبس وسلمت أمرها لله. وحنان بصت لياسين ولسه هتتكلم، لكنه قال لها بجمود: لو خلصتي أكل قومي اعملي لي شاي وبسرعة قبل ما مريم تلبس، عايزين نخلص من الموضوع ده. أول مرة راهن عليك واخسر الرهان، بس صدقني ياسين هتندم بجد لو مريم ضاعت منك. ما تزوديش سكر في الشاي زي كل مرة، بحبه مر، ما تنسيش. قامت حنان وراحت على المطبخ تعمله الشاي، وخرجت مريم وهي لابسة ومستعدة. بصت له بحزن ولقيته بيشرب في الشاي، وحنان بتشيل الأكل، فقعدت قصاده على الكنبة ومسكت تليفونها، عملت نفسها بتبص فيه. وياسين سألها بهدوء: نفسك في حاجة معينة اشتريها لك؟ هزت مريم دماغها برفض من غير ما تبص عليه، وهو كمل شرب الشاي بسرعة وأخدها ونزلوا. وصلوا محل ملابس ودخلوه. اختار لها ياسين فستان كان لونه بيبي بلو ورقيق جدا واشتراه لها، بس هي قالت له بوجع: على فكرة فستان الخطوبة بيجيبوا العريس. أنا وهو واحد. بصت له باستغراب وهو بيشتري اكسسوارات تتلبس على الفستان، بيشتريها باهتمام وبيختارهم حاجة حاجة. وبعدها أخدها وراحوا على محل الذهب، وجوه المحل قال للسايغ: لو سمحت وريني تشكيلة الدبل اللي عندك دي والخواتم، ولو في أساور وريني. جاب له السايغ التشكيلات اللي طلبها وحطهم قدامه، وياسين ابتدى يختار. بدأ بالدبلة ومريم بتبصله ومش فاهمة حاجة، لغاية ما اختار دبلة. مسك ايدها وبدأ يلبسها لها. انت بتعمل ايه يا ياسين؟ بعمل ايه؟ بختار معاكي شبكتك، العريس مش فاضي وقال لي انت مكاني. ها، ايه رأيك في الدبلة؟ مريم ردت عليه بعيون بتلمع فيهم الدموع وخلاص مش قادرة تحوشهم. حلوة. ياسين اختار خاتم كمان وإسورة واشتراهم، وبعدها طلع من المحل وأخدها على محل فضة جنب محل الذهب، وكل ده وهي ساكتة وماسكة دموعها. وبعد ما دخل المحل اختار دبلة رجالي على مقاسه وأخد رأيها فيها. تفتكري ذوقي هيعجب خطيبك؟ سكتت مريم ومردتش عليه، وبصت للأرض بحزن. وهو ابتسم ودفع تمن الدبلة وأخدها ومشيوا من المحل. وفي الطريق: مريم انت زعلانة؟ وهزعل ليه؟ بالعكس أنا مبسوطة خالص. قصدك كذابة خالص وهبلة خالص وعبيطة خالص وغبية خالص. أيوة، أنت عاوز ايه دلوقتي؟ بتشتم ليه؟ لو سمحت ما تشتمنيش مرة تانية. ياسين رد عليها بصوت عالي ونبرة بيحاول انه يطلعها جد. صوتك ما يعلاش تاني عليا، مفيش واحدة مؤدبة تعلي صوتها على خطيبها اللي هيبقى جوزها وابو عيالها. ما انت اللي ايه؟ انت قلت ايه من شوية؟ خطيب مين وجوز ايه؟ هو انت قلت حاجة من شوية ولا انا سمعت غلط؟ عشان لما اقولك غبية وعبيطة ما تزعليش. انت ما سمعتيش غلط يا ستي ولا حاجة. انا يا مريم قعدت مع نفسي وتخيلت ان حد تاني ياخدك مني، ما قدرتش استحمل الفكرة نفسها. انا اكتشفت اني بحبك وبغير عليكي جدا، ومن ساعة ما قلعتي بيجامة جوز خالتي المخططة دي وغيرتي نفسك عايزة احبسك في البيت وما خليش حد يشوفك غيري. طبعا مش هقولك تقبلي تتجوزيني والكلام الفاضي ده، لاني عارف رأيك وعارف انك هتموتي عليا اصلا. ابتسمت مريم بكسوف وضربته على دراعه وهو ضحك، ورجعوا البيت.
وجريت مريم على حنان وبشرتها بالخبر، وحنان ما بطلتش زغاريت. وبعدها بمدة قصيرة اتجوزوا هما الأربعة في يوم واحد، حنان وخيري وياسين ومريم. وبعد سنة من الجواز ياسين كان داخل من الباب وسمع صوتها بتغني في المطبخ. كانت بتغني: عمري ما دقت الحب غير لما حبيتك، ولا شفت راحة قلبي إلا وأنا في بيتك. فكمل ياسين من وراها وهو بيحضنها بحب: تسلم 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 لقلبي، تسلم تسلم وتعيش لحبي. ضحكت مريم ولفت إيديها عليه، وهو بص في عينيها وقال لها بهمس: بحبك بحبك يا اللي اديتيني حياة تانية، وعلمتيني ان مش كل الناس وحشة، وان التجارب الفاشلة مش نهاية العالم. بحبك يا اللي كسرتي كل تماثيل الخوف اللي جوايا، وعرفتيني ان الحب راحة مش وجع، وان اللي بيحب بجد بيحضن ويطمن ويكمل. يلي من يوم ما دخلتي قلبي معرفش غير السلام وما دقش غير الفرح. ابتسمت مريم ودخلت حضنه وغمضت عينيها براحة، راحة تشبه استراحة محارب بعد حرب طويلة وانتهت بالفوز. وحمدت ربها على اللي عملته معاها مرات أبوها، واللي أثبت لها إن الخير أحيانا بيكمن في الشر.